لو فاكر ان حكام الدول اليومين دول مرعبين فانت حرفيا ما تعرفش حاجة. وده لان كان في شخص اسمه راسبوتين، فلاح بسيط من سيبيريا، ادعى ان عنده قوة خارقة يقدر يشفي بيها الناس، وشهرته زادت لدرجة انها وصلت لقصر القيصر الروسي نيكولا الثاني، وهناك قدر ينقذ ابنهم أليكسي من مرض خطير، وده اللي قربه جدا من الملكة ألكسندرا لدرجة انها اعتبرته مرسال من السماء. ومن اللحظة دي راسبوتين سيطر على القصر كله وبقى قريب من الملك، وبقى ليه قرارات سياسية، يعين وزراء، يشيل قادة. الناس حرفيا كانت شايفاه شيطان ماشي على الأرض. وفي الفترة دي انتشرت شائعات كتير قوي عن راسبوتين، عن علاقاته الفاسدة وعن سهراته وعن سكره، واللي زودت الكره جدا ضده. لكنه فضل متمسك بزمام الحكم ولكن من ورا الستائر. وفي سنة 1916 مجموعة من نبلاء روسيا قرروا التخلص من راسبوتين، دعوه على العشاء وحطوله سم في الأكل، ولكنه ما تأثرش وقام وهرب، لكنه كان عارف ان هم حطوله سم، فضربوه بالرصاص في نص دماغه ووقع على الأرض. ولكن الغريب انه قام تاني وطلع يجري، فمسكوه وربطوه ورموه في نهر متجمد. وفي أقاويل بتقول ان بعد كل ده كان قلبه لسه شغال.